قايد مرحبا بك معنا على قناه تونس. مرحبا بك، عايشك بارك الله فيك. جو كبير هنايا، جو خرق العاده، جو ممتاز جدا. قايد نحب حاجه كان تسمع احنا الوليدات نتاعنا برشا برشا منهم ما يعرفوش كشافه، انا شخصيا عملت برشا كشافه، شو تنجم تنصحهم يجوا يقربوا الولاد؟ شو تنجم تقول لهم على الكشافه؟ خليه يتغربوا بها، هما كوارجيه في الاساس وهاكم نحاولوا نعلموهم شويه انضباط، شو تنجم تقول لهم على الكشافه قايد هكا باش تشجعهم؟ شوف، اللي يحب يكون شخصيه تتميز على بقيه الناس يلزموا يدخل الكشافه، لانها الكشافه هي اللي تعطي شخصيه مميزه للمواطن في تونس. الكشافه تعطيك الاستقلاليه الفرديه، معناها كي انت عمرك 10 سنين و11 سنه تولي تعمل على روحك، كي تجي في المخيم القايد يكلفك بحاجات اللي انت تحس روحك مستقل بذاتك، وهذيك اهم حاجه عندنا في الكشافه. شكون عنده سؤال القايد على الكشافه ولا شو غسان؟ احنا تو بعد على عائلتنا تو شهرين، ما انت قلت كان في الكشاف نكونوا شخصيتنا، وعليه ما نكونوهاش من تو في فوتستار خاطرنا بعد على عائلتنا شهرين. قال هم عندهم تربص هنا في المركز، قال لك احنا زاد نجموا نكونوا شخصيتنا بعيد على الكشافه. السؤال ممتاز. في الكرة تتعلم الكرة وشوية أشياء جانبية، بينما الكشافة منظمة شاملة وعامة، تلقى عنا الكرة، تلقى عنا الألعاب، تلقى عنا المسابقات، تلقى عنا الخيام وتبات في خيمة ما تباتش في مبنى، تلقى عنا المغامرات، تلقى عنا كل المجالات الثقافية والرياضية والبيئية، كل حاجة تلقاها في الكشافة. نعملوا دورة مالا؟ مرحبا بكم. هاي شو مع القايد، هاي تابعونا. You know the bed feels warmer sleeping here alone. You know I dream in color. بالنسبة لنا البرنامج مثال في لقاء الجوال العرب 8:30 نرفعوا العلم نتاع الصباح، و6 نتاع العشية 6:30 قبل الغروب يحفظ العلم. كل المشاركين تونسي ولا عربي يشارك في رفع العلم، لكن نرفع العلم التونسي فقط لأنه اللقاء في تونس. على مستوى توزيع الخيام توا مخلطينهم ولا عاملين مثل التوانسه على جهه والعرب، ولا فما يعني بالحق تقارب يعني حتى على مستوى توزيع الخيام، ولا مفرقينهم هنا؟ بالنسبة للخيام مقسمين فيالق، معناها مخيمات فرعية. المخيمات الفرعية هذه مخلطة باش تلقى في كل مخيم توانسة ومعاهم على الأقل 3 دول، لأن مشاركين 9 دول، قسمناهم 6 فيالق. ثم الفيالق، ثم الوفد الجزائري والوفد الليبي كان العدد مع كثير، قسمناهم على الفيالق الكل بالطريقة هذيك، تلقى معنا التونسي والجزائري والليبي والمصري والسعودي في نفس المخيم. قايد تامر كان تسمع يعني نشوفوا فما على مستوى تنظيم العشائر هنا فما برشا ديكور، فما يعني هذا نتصور برج مراقبه وفما ميزات، يعني كل عشيره تحضر ديكور نتاعها ولا كيفاش؟ اي للمشاركه في الملتقى هذايا نعملوا زيارات للعشائر اللي تحب تشارك. احنا مثال من جانفي خرجنا طلب نتاع مشاركه، جاوا 35 عشيره زرناهم، كل واحد ابرز الانتاجات نتاعو من فنيات، من اناشيد، من ابتكارات، وبعد لجنه الفرز اختارت 21 عشيره باش يشاركوا. العشيره البحريه منزل بورقيبه ديجا اون فوا لي سيني نتاع البحر، الوحده نتاع السوفتاج، فما حاجه مميزه يعني. هذه العشيره البحريه منذ بورقيبه. في تونس عندنا 2 عشائر بحريه وبقله معنا في كل بلاد باش تلقى عشائر نتاع اختصاص. احنا في تونس عندنا 2 عشائر بحريه، وعشيره البحريه منزل بورقيبه تعتبر من العشائر الممتازه في المجال نتاعها، وعندها زي يميزها على بقيه الجواله لانها عشيه بحريه، حتى زي نتاعها زي بحر. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely. موطني موطني، الشباب لن يكل عزمه أن يستقل أو يبيد أو يبيد. نستقي من الرجاء ولن نكون للعدا كالعبيد كالعبيد. لا نريد لا نريد ذلنا مؤبدا وعيشنا منكدا.
ذلنا مؤبدا وعيشنا منكدا لا نريد بل نعيد مجدنا التلي مجدنا التلي موطني موطني. سيف من العشيره البحريه مزبورقي، يعطيكم صحه على الاستقبال هذايا ومرحبا بنا حذاكم. مرحبا بك خويا. تعرفوا اكثر على العشيره نتاعكم، انه تبارك الله اون فوا فما سبيسيفيسيتي وفما اختصاص، يعني حتى من ناحيه البوابه كيفاش تترفع، يعني تبارك الله عليكم. العشيره هي باختصاص بحري بالذات، فيها برشا اختصاصات. كل عندنا 4 رهوت. 4 رهوت الرهد هو مجموعه من الجواله يتكونوا على الاقل من 4 افراد. كل رهت عندها اختصاص، تكون تتوزع على افراد العشيره. الاختصاصات عندنا الاختصاص على البولار، نقش على البولار، وعندنا اختصاص على الخشب كيف هكا، خشب نقش على الخشب، وعندنا زاد الموزايك فسيفساء موزايك، نجموا نعملوا اي تصويره تتصورها. ولادنا اول مره يجوا حذاكم، برشا منهم عمرهم ما سمعوا القائد كان حكى لنا على الكشافه، شو تنجموا تعلموهم؟ مثال تحيه الكشافه، شو نجموا نعلموهم هنا نخليهم لكم درايجين تصرفوا فيهم؟ الكشافه تنميك يعني في اوقات الفراغ، تنميك يعني وتوريك كيفاش تتعامل مع الافراد مع اصحابك وكل شيء، والانضباط سيختو التعاون تحمل المسؤوليه. باش شنو نجموا فوالا التحيه هي عباره هاي شي يخفوا لنا تعلموها. صراحة تضحية إخلاص، وعندنا تدل على كلمة الله، والقوي يحمي الضعيف، وعندنا العقد الكشفية وساحة العالم. دونك هذوما بالنسبه لتفسير التحيه. عندنا 3 أنواع تحيات. تحية معناتها كيما نقولوا السلام، نحن بالسلام نسلموا باليد. أنا في كشافة مو تعرف نتقابلوا بالمئة واحد. تحية نحيوا بعضنا، معناتها تحية معناتها السلام عليكم. عندنا التحية العظمى كي تبدا المنصة الشرفية، معناتها فيها استعراض هكا، كي تبدا المنصة الشرفية مقابلة هكا، كي تبدا المنصة الشرفية على اليسار هكا. وعندنا تحية العلم هكا. هذوما أنواع التحيات. What doesn't kill you makes it brighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over. 'Cause you're gone. زهراء بدو من كيفاش تكون المبيته في الغابه صيف ولا شتاء ديما تحت الخيمه، خاطر ساعات يدلوا احنا صيف ولا شتاء نحن يعني حياة الخلية نتاعنا ديما ما عندناش يعني في الفواييه ولا حاجة. حياة الخلية يعني الكشافة معروفين كان بالخيام نتاعهم ديما في الخيام. ساعات نباتوا على البراندات، هم اليوم يعني المرة ذي وفروا لنا جراري وبراندات. شنو هي البراند يعني؟ خلينا نوريوها بالضبط. هي الحديد هذا هاي ساعات نباتوا على هذه برك، وساعات مرة ذي يوفرون باش يعني يعطونا الراحة. ماك تعرف ملتقى عربي وجونا من باش يعني جراري باش نرتاحوا. ساعات نباتوا على الوطاق ما توفرناش حتى شيء، نفرشوا حاجات نحن نجيبوهم من عندنا ما عادش فما خيمة كبار ولا؟ هذه تهز 3. هذه خيمتنا، الخيمة ذي خيمة نتاع 6 من الناس، تهز 6 يعني 3 من غادي و3 من هنا. فما خيام تهز 8، فما 12، فما حتى ال 24 راك تشوف فيهم الكبار نتاع الميليتير. قاعد خلينا نكملوا الجوله نتاعنا مع بعض الوفود العربيه كما قلنا، ملتقى الجوله العرب. وخلينا نوريو الاولاد بالحق بانه احنا سنه زاده حتى تجربه فوت ستاراك كانت عربيه بامتياز، جاوا يشاركوا معنا ليبيا. قايد غانم عبد الرحمن الكواري، مرحبا بك على قناه تونس. اهلا وسهلا فيكم، يا مرحبتين. كيفاش لاقين الجو في تونس؟ والله اكثر من رائع، يعني الحمد لله رب العالمين. الجو والاستقبال، الناس، الضيافه، يعني الحمد لله حاجه، يعني احنا كنا متوقعين لكن حصلنا اكثر من توقعاتنا الحمد لله رب العالمين. خلينا ناخذ فكره على تركيبه الوفد القطري. تركيبه الوفد القطري معنا الاخ الاستاذ قائد حمد العمري رئيس الوفد، انا غانم الكواري قائد الوفد، ومعنا طليعه من الجواله موجودين. الابطال اللي شايفينهم ورانا هذول عددهم 8 طليعه، يعني 8 اشخاص. ايوه
قائد منير احد اعضاء الوفد الليبي هنا في ملتقى الجوله العرب، مرحبا بك على قناه تونسنا. مرحبتين بكم واهلا وسهلا بكم. ديما الجو هكايا؟ 100 ديما هيك الحمد لله. احنا سنة فوت ستارك كانوا مشاركين معانا يعني لاعبين من ليبيا والاجواء كانت ديما هكا، وين عادي وين يتلاقاو توانسه وليبيا يعملوا هكا يعني؟ ديما نحن حتى كان وين نتلاقوا ونلعبوا هكا نحن والتوانسه. احكي لنا شوي كيفاش الاجواء هنا في المخيم، قداش انتم الوفد يعني مشاركين من ليبيا؟ ان شاء الله الوفد في 64 كشاف من ليبيا، ما بيننا 4 قاده من بعثه الليبيه. المخيم الحق اللقاء الجواله كان ممتاز، وكان من اجمل المخيمات من اجمل المخيمات اللي حضرناها الحق في تونس. موطني الشباب لن يكل عزمه أن يستقل أو يبيد نستقي من الرجاء ولن نكون للعدا كالعبيد